انت عارف احنا ليه عمرنا ما هنكسب كاس افريقيا تاني؟ علشان جملة واحدة فضلنا نرددها سنين وبناكل بيها عيش، لكن خلاص زمانها ولا وما بقتش بتجيب نتيجة. مبدئيا كده انا مش هتكلم في الكورة، يعني مش هتكلم في فنيات وتاكتكس و4-2-3-1 و3-5-2 وكده. انا هتكلم عن دراما كرة القدم، وتحديدا اللي حصل في بطولة افريقيا. انا بس عايز اقولك ان البطولة دي بالذات مش زي اي بطولة، المرة دي احنا لازم نكسبها. احنا عندنا اسباب كتير قوي، كل سبب فيهم كفيل انه يخلي لعيبة منتخب مصر ياكلوا النجيلة عشان نكسب البطولة دي. ده الا البطولة دي. مبدئيا كده تقدر تقولي يبقى ايه احساسك لو ابوك اللي هو المفروض يكون ظهرك وسندك هو اكتر واحد عايزك تفشل، وانت والناس كلها فاهمين انه مستنيك تغلط عشان يطردك من البيت؟ اهو ده بالظبط اللي حصل مع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، اللي كلنا عارفين ان مفيش اي وفاق بينه وبين اتحاد الكورة اللي المفروض يكون دوره انه يدعمه ويسنده عشان ينجح. المهم مش هطول عليك، حسام حسن بيدخل البطولة مضغوط جدا لانه عارف انه لو ما عملش اداء كويس هيزحلقوه. طب مين اهم لاعب في منتخب مصر؟ اهو صلاح بادئ السنه بأسوأ بدايه ليه في الاحتراف، وما جابش حتى نص مستواه، والاول مره بنشوفه قاعد على دكه الاحتياطي ماتش واثنين وثلاثه ورا بعض مع ليفربول، والكلام كتر عليه من الاعلام الانجليزي انه خلاص كبر ولازم يسيب ليفربول. لا، وماشي كمان بمشكله مع مدربه اللي ما بقاش مقتنع بادائه، وبيودع جمهور ليفربول قبل ما يروح تجمع المنتخب في اشاره ان ده ممكن يكون اخر ماتش ليه. فصلاح محتاج يكسب البطوله ويثبت انه لسه قادر يكمل في اوروبا، زائد ان صلاح كمان رغم كل تاريخه في اوروبا لكن لسه ما خدش بطولة مع منتخب مصر، ونظريا دي ممكن تكون آخر بطولة لصلاح مع المنتخب لأن سنه كبر وبعد كده مش هيقدر يدي في الملعب زي زمان. طب مين تاني أهم لاعب في المنتخب؟ والحب جاني خدني ورماني. عمر مرموش بعد ما كان بينافس على هداف أوروبا في الموسم اللي فات راح مانشستر سيتي وجوارديولا عملها معاه. صدق بالله انت هتفارق دكه الاحتياطي طول ما انا بدرب. فطبعا مستواه قل كتير جدا، وبقى عايز يثبت نفسه ويسوق لنفسه كمان عشان يتشاف من انديه تانية ويهرب من دكه جوارديولا. طب خط الدفاع، اهم عنصر في خط الدفاع مش معانا، وبشكل عام خط دفاعنا هو اقل خط عندنا. طب الجمهور، البركه في الجمهور. في ايه انا عايز هي دي كوره. الجمهور فقد الشغف بالمنتخب والملاعب بقت فاضية من كتر اليأس، وبعد ما كنا منيمين القارة من المغرب واخدين البطولة 7 مرات فيهم 3 مرات ورا بعض، المغرب بقت هي افضل فرق القارة وواصلين للمركز الرابع في كاس العالم اللي فات، وفرق زي السنغال والكاميرون ونيجيريا وكوتيفوار سابقنا كتير سواء على المستوى الخططي او عدد اللعيبة المحترفة عندهم. اذا البطولة دي ممكن نقول عليها بطولة الضغوطات واثبات الذات، والحاجة الوحيدة اللي ممكن نراهن عليها هي شخصية اللاعب المصري في المواقف اللي زي دي. المصري لما بيتحط في موقف هو فيه الطرف الاضعف بيثبت نفسه. نخش في البطوله على طول. هنلاعب 3 فرق في دور المجموعات، والمفروض نجمع اكبر عدد ممكن من النقط عشان ننتقل للدور اللي بعده. بنبدا بماتش زيمبابوي اللي المفروض انه ماتش سهل، وفعلا بنقدر نوصل ونضيع جون واثنين وثلاثه، وكل ده في اول ربع ساعه بس. شكلنا حلو والمكسب شكله مضمون، بس للاسف بنلبس جون. الدفاع وحش قوي، الشناوي كمان رد فعله بقى ضعيف، وده بان في اكتر من كوره، بس احنا لسه بنوصل وبنضيع فرص، وفي احساس عندنا كده اننا احسن وان شاء الله هنكسب. وفعلا مرموش بيحط الجول الاول، وفي الدقيقه 90 والماتش خلاص هيخلص صلاح بيجيب التاني. الماتش ده احنا كسبناه مش عشان احنا فرقه جامده جدا، لكن عشان اللعيبه كان عندها الروح والعزيمه انهم يكسبوا، ودي الحاجه اللي بتميز حسام حسن، الروح والعزيمه. انا هلعب مهما عملتي هلعب. فتحت باب الحمام كده لقيته بيخبط رجليه في الماسوره برجليه. لكن برضه احنا عندنا شويه نواقص لازم نشتغل عليها كابتن حسام، اولهم خط الدفاع. اما الشناوي فمصر كلها اجمعت انه مش في مستواه، وان شوبير هو الاحق بانه يكون حارس مصر الاساسي. فهو مش من مصلحه الشناوي ان يبقى موجود في الملعب حاليا. ما يكملش، لا بقاله فتره مهزوز. مصطفى انا اعتقد لازم يخش لازم. الماتش الجاي هنلاعب جنوب افريقيا، عقدتنا في الفتره الاخيره سواء على مستوى الانديه اهلي وزمالك او مع المنتخب لما خرجونا من البطوله على ارضنا في 2019. فرقه حلوه وبتلعب كره حديثه، وهيبقى ماتش فيه اختبار حقيقي لينا. بيبان قوي في الماتش ده شخصيه اللاعب المصري اللي زي ما قلت لك لما بتكون التوقعات عليه ضعيفه او هو الطرف الاضعف بينجح. بنلعب ماتش عظيم على جنوب افريقيا وبنحط جول كمان في الشوط الاول، وبعدها بدقايق
دقايق بيحصل حاجه انا كنت متاكد انها هتكون في مصلحتنا. محمد هاني بيطرد. ليه بقى انا كنت شايفها حاجه كويسه؟ علشان انا واثق ان ده هيبين شخصيه اللعيبه اكتر، وهينجحوا انهم يكسبوا الماتش وهم ناقصين، وده هيلم الجمهور المصري حواليهم اكتر. اصل الجمهور في مصر لو شافك بتلعب راجل في الملعب هيشجعك حتى لو خسرت. احنا اصلا بنتلكك عشان نشجعكم، استرجلوا انتوا بس. وفعلا بنكسب جنوب افريقيا 1-0 وبنصعد رسميا. بس استنى، تعرف مين رجل المباراه في الماتش ده؟ محمد الشناوي رجل المباراة. ما انا قلت لك بقى، المصري لما التوقعات عليه بتكون قليلة بينجح، والشناوي نجح ان مصر كلها تغير رأيها فيه. بنلعب ماتش تحصيل حاصل مع انجولا، لان كده كده احنا صعدنا رسمي في المركز الاول عشان كسبنا الماتشين اللي فاتوا. حسام حسن بيقرر يلعب بالاحتياطي، ورغم كده برضه ما بنخسرش. ندخل بقى في الجد، دور ال16 يعني خروج المغلوب، لازم نكسب عشان نكمل. في اول ماتش بنكسب منتخب بنين بس باداء ضعيف. الشناوي بيرجع تاني يعمل اداء مهزوز جدا، اللعيبه كلها مش في حالتها. مرموش بيضيع انفراد في اول الماتش، فاحنا كسبنا بس الناس بترجع تاني تقلق وتحس اننا مش هنقدر نكمل. وهنا بيجي دور القائد اللي كلامه هيأثر في اللعيبه وهيشيل الضغط من عليهم، وهيأثر كمان على الفرق اللي هنلعبها وهينقل الضغط عليهم هم. المهم الجمهور بيترقب ماتش الكوتيفوار والكونغو عشان احنا هنلاعب الفرقه اللي هتكسب. الكوتيفوار بترزع الكونغو 3 مع الرأفة، فرقه مرعبه. بدأت التريقه من المصريين تشتغل، وخلاص كله بيتنبأ بالخروج ما عدا واحد بس تقريبا. باذن الله 3-2 لمصر، اسوأهم ضربات ترجيع اوسط. عم حسن مش محلل فني ولا هو اعلامي محنك، بس هو غالبا فاهم التيتا ان اللعيب المصري طالما هو الطرف الاضعف والتوقعات عليه قليله هيكسر الدنيا. اعظم اداء في البطوله لمنتخب مصر لحد دلوقتي. الناس بدات تصدق في المنتخب تاني، اللعيبه واضح عليهم انهم مبسوطين، ودي حاجه بقالنا سنين ما شفناهاش. روح منتخب مصر بتاعت 2006 و8 و10 دي كانت وحشانه. باين قوي على لعيبه الكوتيفوار انهم خايفين مننا، وزي ما احنا كنا خايفين هم برضو كانوا مرعوبين. احنا برضو بنخوف. بص المنظر ده، طب بص وش الرجل الخارجي ده، طب شوف السجده دي. منتخب الساجدين رجع لنا تاني وحطينا على الكوتيفوار تاني، ما احنا عقدتهم. وصلاح بيطلع بنفس التصريح تاني. هفضل اقول كده، كوت ديفوار النهارده وانت بتلعبها هم المرشحين الاكبر منك، عشان اللعيبه اللي بتلعب بره وعندك لعيبه معظمها بتلعب جوه. وصلنا دور نص النهائي الحمد لله، ده خبر حلو جدا. لكن الخبر اللي مش حلو خالص هو اننا هنلاعب السنغال. السنغال في اخر 4 سنين بس كسبتنا في نهائي افريقيا ومخرجنا من تصفيات كاس العالم. منتخب رخم، قوه بدنيه، لعب مباشر على الجول، سرعات، مهارات، اكتر من 20 محترف، اللي هو احنا عندنا 2 محترفين وربع وطالعين بيهم السما. لكن ال3 المحترفين عندنا من ساعه ما كابتن حسام 2 وربع بقوا 3/4. احنا بقينا واثقين في لعيبتنا وفي حسام حسن، بس برضه ده ماتش يخوف، ماتش يقلق. الفروقات بيننا وبينهم كبيره جدا، واللعيبه الاحتياطي عندهم احسن من اللعيبه الاساسيين عندنا. بس ان شاء الله خير. كده كده اللعيب المصري لما بيكون هو الطرف الاضعف والتوقعات عليه بتبقى للاسف بنخسر ماتش السنغال للمره الثالثه، وبتتاكد العقده. بنشوف الفروقات الكبيره بيننا وبينهم، ومش السنغال بس، كل الفرق اللي وصلنا معاهم نص النهائي الفروقات بيننا وبينهم مرعبه. احنا كنا بنلعب ماتش السنغال ده وكاننا بنلعب البرازيل. وللاسف جمله ان المصري وقت الضغوطات بالروح وبالعزيمه ممكن يعمل اي حاجه ما اشتغلتش المره دي، لانها لما كانت بتحصل قبل كده كان على الاقل عندنا جوده عاليه ننافس بيها، والفروقات الفرديه والجماعيه ما كانتش واسعه قوي كده، فكانت الروح والعزيمه دي بتفرق معانا وقتها. لكن دلوقتي ده كلام مش هيفيدنا في حاجه. لو ما خططناش وواكبنا التطور اللي بيحصل حوالينا ده هنفضل نرجع لورا لحد ما هنختفي.